بيقولك لقى مبلغ ورجعه لصاحبه، فهو كده يستاهل 10% من المبلغ اللي لقاه ورجعه، ده حقه القانوني. هل بقى الكلام ده صحيح؟ هل في قانون بيقول ان اللي يلاقي حاجة ويرجعها لصاحبها ياخد منها 10%؟ في الواقع القانون المدني المصري ما فيهوش مادة محددة بتنص على منح 10% كمكافأة للي يلاقي فلوس ويرجعها لصاحبها. طيب امال اللي شائع بين الناس ان اللي يلاقي فلوس ويرجعها لصاحبها ياخد مكافأة 10%. الكلام ده اصله ايه او جه منين؟ احنا كده هنرجع بالحكاية لورا شوية. الامر العالي الصادر 18 مايو 1898 كان نص على كده فعلا بتفاصيل مش هقولها في الفيديو ده. اولا عشان الفيديو ما يطولش، ثانيا عشان الكلام ده ما بقاش موجود دلوقتي، ده كلام يعتبر تاريخ خلاص، شيء وانتهى. الخلاصة مفيش نص في القانون المدني المصري الحالي بيلزم بمنح 10% كمكافأة للي يلاقي مال ضائع ويرجعه لصاحبه. هو في مادة في نص قانون العقوبات المصري اللي يلاقي مال ضائع وما يرجعوش لصاحبه يتعاقب بيه، انما مفيش نص مادة ان اللي يلاقي مال ويرجعه لصاحبه ياخد مكافأة عليه. المكافأة بيتم منحها من صاحب المال، تقدير منه مش اكتر. مش عايز يدفع مفيش قانون هيلزمه ان هو يدفع، فالشخص اللي يرجع له ماله لو عايز يكرم الشخص اللي رجع له ماله فده جزاه الله خيرا ويشكر ويكرم على كده. مش عايز مفيش قانون يلزمه بان هو يدي مكافأة لا ب10% ولا بغيرها. التشريع اللي نص على مكافأة 10% يديها صاحب المال اللي رجع له ماله امر وانتهى. القانون المدني الحالي لا ينص على كده بتاتا.